السلام عليكم. تعد ليلة القدر من الليالي العظيمة والتي يحييها المسلمين حول العالم كل سنة. نستعرض في هذا المقطع مجموعة من الأسئلة حول ليلة القدر، نسأل الله تنالوا بركتها إن شاء الله. شاركوا أصدقائكم بهذا المقطع حتى تعم الفائدة كل عام وأنتم بخير. بداية نصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. فلنبدأ بالسؤال الأول: في أي شهر تقع ليلة القدر؟ أي سورة من القرآن تحدثت عن ليلة القدر بشكل مباشر؟ في أي 10 ليالي من رمضان تكون ليلة القدر؟ في أي الأيام الوترية يرجح أن تكون ليلة القدر؟ ما هو الدعاء الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر؟ كم تعادل عبادة ليلة القدر من السنين؟ متى يبدأ وقت ليلة القدر ومتى تنتهي؟ ما العلامة التي ذكرها النبي عن شروق الشمس ليلة القدر؟ هل تتكرر ليلة القدر كل عام؟ من الصحابة كان حريصا جدا عن معرفة ليلة القدر؟ ما هي ليلة القدر؟ ما هي أفضل العبادات في ليلة القدر؟ كم مرة ذكرت ليلة القدر في القرآن؟ ما هي السورة التي ذكرت فيها ليلة القدر؟
ما هي ليلة القدر في اللغة؟ ما هو أفضل ذكر في ليلة القدر؟ هل يشعر كل الناس بليلة القدر؟ ما معنى سلام هي حتى مطلع الفجر؟ أطلق على ليلة القدر اسما آخر في القرآن الكريم، ما هو؟ هل ليلة القدر كانت عند الأمم السابقة؟ في أي سورة ذكرت ليلة القدر بلفظ ليلة مباركة؟ شاركنا الإجابة في التعليقات، والإجابة الصحيحة هتكون في أول تعليق مثبت. في النهاية أتمنى أن يكون المقطع نال إعجابكم، ما تنساش الاشتراك ليصلكم كل جديد، وشاركنا في التعليقات كم سؤالا استطعت الإجابة عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.